من اكبر الفجوات اللي بشوفها في الماركت دلوقتي هي الفرق ما بين مدير التسويق التقليدي وشركات السوشيال ميديا اللي ماليه الماركت دلوقتي، وما بين الجروث اركيتكتشر. شركات كتيره بتيجي تقول لك انا هعمل لك 12 بوست، 15، 20، حتى لو 30، وهنزل لك ريلز كل يوم. يبدا في يكلمك بقى في الريتش والارقام واللايكس والامبريشنز، وهم التواجد. بس في الحقيقه ده مش تسويق، ده انت بتملى فراغ. بتيجي تسالهم بقى فين بقى الاستراتيجي، فين السيلز فانل، فين الحاجه اللي هتاخد العميل من ان هو واحد بيتفرج عليا لان هو بقى مهتم ان هو بقى بيدخل لي فلوس. وعاده الاجابه على السؤال ده بتكون صمت تام. الفكره ان هم بيتعاملوا مع السوشيال ميديا دي كانها مجله، مش ان هي ريفينيو انجن تماما. نزل بوستات يا معلم واعمل دوشه. لكن الاركيتكت بيبص على النمو بتاع البيزنس بتاعك كانه ماشين كامله متكامله. مش وظيفته بس ان هو يجيب لك لايكات او يجيب ريتش، وظيفته ان هو يبني استراتيجي بتربط ما بين المحتوى واللوجيك واللاندنج بيجز وفريق المبيعات. نظام هدفه الوحيد ان هو يضمن ان كل جنيه بيتصرف في الاعلانات ان هو يتحول لعائد حقيقي في حسابك البنكي. في واحد بيعمل بوستات والتاني بيبني لك اصول، واحد بيدور على الترندات والتاني بيدور على السستينابيلتي، وازاي ان هو يضاعف الارباح بالارقام مش بالكلام. فلو لسه بتصرف ميزانياتك على شويه بوستات ومستني ان النتائج تطلع حلوه، فانت محتاج تعيد نظرتك.